بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس. نجيو اليوم للسلطة. رايحة ندير لكم واحد السلطة يا البنات بتليتلي قد ما تاكلوا ما تشبعوش منها، ورايحة ندير لكم معاها صوص فينيغريت قوة في البنة. راح نديرها لكم على طريقة المطاعم الكبرى. نروحوا الآن طريقة تحضير الصوص هذا. واش نسحقه؟ عندي شويه معدنوس، عندي ربع مغرفه صغيره ملح، نص مغرفه صغيره سكر، مغرفه متوسطه مايونيز، ومغرفه متوسطه خردل. راح هنا نقيس لكم بالفنجان. عندي فنجان زيت، نص فنجان ماء، نص فنجان كريمه سائله، وربع فنجان خل. نجيب الاشوار ونفرغ فيه كل المكونات. هنا فرغت الكيس تاع الزيت، عفوا الفنجان تاع الزيت، نص كيس تاع ماء، نص كيس تاع كريمه سائله، ربع فنجان خل. شوفوا كي راني نخلط تالمو ما نقيس بالكيس. نزيد هنا المعدنوس، الملح والسكر، عندي هنا المايونيز والخردل، وما ننساوش سنه صغيره تاع ثوم، وندي نخلطهم مليح حتى يوليو بهذا القوام. وها الصوص تاعنا واجد. شوفوا القوام تاعها كيفاه يكون. نجيو هنا لتزيين السلطه. انا درت لكم زوج وانتم خيروا اللي حبيتوها ديروها. عندي هنا بطاطا طيبتها في ماء وملح، معستها مليح، من بعد زدت لها شويه تاع زدر تاع دجاج مقلي قطعته رقيق، نزيد مايونيز ونحط لها شويه من هذاك الصوص او لا فينيغريت ونخلطهم. هنا نجي للتليتلي. انا كنت طيبته في ماء ملح كركم شويه تاع زيت، طيبوها مليح، خلطوهم هنا مليح، ومن بعد ندهن يدي بشويه تاع ماء وشكلهم كرات صغار. قيس حبه المشماش والله شويه كثر. من جهه اخرى عندي هنا زروديه مسلوقه، وعندي بيطراف، ورحيهم البنات في لاراك هذاك اللي يكون رقيق، ما تخشنوهمش، ونزيد نحط لهم شويه من هذاك الصوص ونخلط مليح. نجيب هنا طرف تاع بلاستيك نفرشو. شوفوا هنا ندير الجزر نص، وعندي البيطراف نص، ونحط هذيك البطاطا اللي وجدناها من قبل في الوسط، ونلف عليها البلاستيك بهذا الشكل على شكل كرة، ونضغط مليح. هاي تكونت لي هنا الحبة. ندير لها ضغطة خفيفة في الوسط ونزينها. أنا هنا درت تاع البسباس، تقدروا ديروا بالريش تاع واسمه تشينا، يعني التزيين يبقى اختياري. نجيو للسلطة تاع الطبقات. نفس الشيء، عندي هنا زرودية، نزيد لها شوية تاع صوص، بطرف ثاني نحط له شويه تاع الصوص ونخلطه مليح. عندي هنا بطاطا، نزيد نحط لها الصوص، ونفس الشيء مع تليتلي. هنا نجيب هذا السيرسو ونحطه في الوسط، ونبدا ندير الطبقات. في الاول حطيت بطراف ونضغط مليح باه تتشكل الطبقه، ويجيو من بعد باينين. نزيد رشه خفيفه تاع مايونيز، ونحط بطاطا. حاولوا تضغطوا البنات باه من بعد الطبقات يجيو باينين ومرصوصين فوق بعضها. ونزيد نفس الشيء رشه خفيفه تاع مايونيز. صدقوني يا البنات السلطه هذه بنتها وحدها. زدت هنايا زروديه او جزر، وزدت تليتلي. اذا لقيتوها جات قد حاولوا طلعوا في السرسو شوي باه نكملوا طبقات كامل. وهنا نزيد زدر تاع الدجاج، هو اللي يزيد راح يعطيها طعم خاص. وفي الاخير زدت درت تليتلي ورشيت من الفوق بالمايونيز. قدمتها بهذا الشكل. اذا عجبكم الفيديو البنات ديروا لي اعجاب وخليوا لي تعليق. سلام.